لا يمل الإنسان من جولة في أروقة سوق الغزل وسط بغداد القديمة القريب من أشهر معالمها، جامع الخلفاء الذي بناه الخليفة العباسي المكتفي بالله في القرن التاسع الميلادي. قد ترى العجب وأنت تمشي في هذه السوق، أنواع الطيور والحيوانات الأليفة والزواحف بكل أشكالها في هذه الأقفاص، وأنواع أخرى من الكلاب والقطط وأسماك الزينة، وكل ما له علاقة بمملكة الحيوان. تعود تسمية سوق الغزل إلى بائعة الغزل التي كن يتجمعن هنا لبيع منتجاتهن الصوفية في أواخر العصر العباسي، إلا أن الاختصاص تغير مع مرور الزمن ليصبح المكان أكبر مركز بيع وشراء الحيوانات بكل أشكالها كما نراه اليوم. أنا أبيع حيوانات، كافة الحيوانات، من الكلاب، من الشوادي، من الكلاب هاي عندك الجيرمان، الدوبرمان، ماس زينة، بزازين، طواويز، كافة الحيوانات نشتغل بها. ما يميز سوق الغزل أنه أصبح قبلة لمن يتملكهم الفضول أيام الجمع والعطل الرسمية. والله سوق الغزل صار متنفس، يعني أنت تعرف طبيعة العمل ما تخليك بس يوم الجمعة تقعد، فالمتنفس الوحيد الحلو اللي نجي بيه ملتقى طيور، عصافير، شغلات تحب منظرها بالبيت. وللأطفال نصيب وافر من المتعة عند تجوالهم في سوق الغزل، متعة افتقدوها منذ سنين بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. هنا جميع أنواع الحيوانات موجودة، ببغاء، طاووس، نتونس، الأطفال ضايجين نغير جو، فأي حيوان تريد تلقيه معي، والجو حلو والعالم حلوة. اللافت في هذه السوق أنها توجد نوعا من التناغم بين الهواية وكسب الرزق، هواية تتنوع بين اقتناء حيوانات أليفة وأخرى وحشية ونادرة. سوق الغزل إذن يجمع بين متعة هواية تربية الحيوانات بالنسبة للبعض، أما البعض الآخر فيعتبرها سوقا تجارية لترويج بضاعته التي لا يمكن بيعها أو شراؤها في غير هذه السوق. شفيق عبد الجبار، سكاي نيوز عربية، بغداد.